والله انا احمد جوزي كان بيضحك عليا وكان بيقول لي ان هم لقوا بيضه لتنين في القطب الشمالي. تفتكري مين من الفنانين ممكن يربي ماموث لو هو موجود؟ استاذ مصطفى شعبان. هو قلبه جامد بحيث ان هو ممكن يربيه يعني. النهارده العرض الخاص لاوسكار عودة الماموث، يعني رد فعلك اول ما سمعتي عن فيلم اسمه عودة الماموث؟ طبعا مبروك، محترم جدا وفكره جديده وحلوه ومستنيه اتفرج، متحمسه قوي. عايزه اقول لك ان انا امبارح كنت هنا في السينما مع ابني، شفت الفيلم عجبني قوي. هو اصلا بصي بحب الحاجات دي قوي، فمتحمسه جدا بجد يعني. لما شفتي التيزر لما نزل ايه اللي جه في بالك؟ حسيت اني اشوف حاجه حلوه، حاجه فيها مونتاج عالي قوي، حاجه كده جديده في مصر، ومتحمسه قوي للتجربه. ببارك طبعا لكل فريق العمل، ببارك لاستاذ هشام الرشيدي وسوني طبعا وهنادي، الف مبروك. قبل الفيلم كنت تعرفي عن حاجه اسمها الماموث اصلا؟ لا بصراحه ما كنتش عارفه، كنت اعرف بقى الديناصورات وكده، الحاجات اللي انقرضت دي. طب لو فعلا الفيلم بقى حقيقه والماموث رجع؟ والله انا احمد جوزي كان بيضحك عليا وكان بيقول لي ان هم لقوا بيضه لتنين في القطب الشمالي، وحياه ربنا، وقال لي وانا ما صدقتش طبعا، بس هو اثبت لي، قال لي ان في القطب الشمالي اكيد هي متجمده وخلاص قربوا يفتتحوا، وحياه ربنا وانا صدقت ورحت قلت لاصحابي صدقوا نشرنا الاشاعه. طب انت لو بتصوري في مكان، طبعا انتوا اللوكيشنز التصوير بتاعتكم ساعات بتبقى في اماكن بعيده جدا وفي اماكن مقطوعه جدا، لو انت في لوكيشن تصوير وطلع عليكي الماموث هتعملي ايه؟ على حسب هو طيب ولا شرير. هتعرفي منين؟ يعني ايه، ما هو من بصته اكيد لو طيب اكيد هقعد العب معاه، لو شرير هحاول اجري، مع ان مفيش حاجه هتنقذني في الوقت ده. انا عارفه انت بتحبي الكلاب جدا جدا، اكتر من أكيد. البني ادمين. بالظبط، بس احنا لو افترضنا ان انت هتربي حيوان تاني غير الكلب هيبقى ايه؟ حصان. طبعا انا بحب الخيل جدا، كنت بركب خيل زمان ايام الشباب. تفتكري مين من الفنانين ممكن من حبه في الحيوانات، من كتر ما بيربي حيوانات وقلبه جامد، ممكن يربي ماموث لو هو موجود؟ استاذ مصطفى شعبان. انا مش عارفه، بيحب الخيل قوي، فهو قلبه جامد بحيث ان هو ممكن يربيه يعني. انت بتجهزي ايه الفتره دي؟ بصي هو كله شويه كلام، حاجات بقى رمضان ان شاء الله. في حاجه صورتها بالفعل بس طالعه ضيفة شرف، كلهم بيحبوا مودي، والحاجات المين بقى لسه يعني مفاوضات، بس ان شاء الله يعني في حاجه مفاجاه.